قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وديت بقى حكاية كندا، حكاية كلها حماس من أولها لآخرها، فعاوزك تتحمس كده معايا لأنك هتشوف عظمة بجد. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا. وكالعادة في شخصية أنمي محطوطة في الفيديو دوت، فلو لقيتها بكتب في التعليقات لقيتها في الثانية الكام. وبس كده كلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ قصتنا بقى يا معلم، وبنشوف سرب هائل من الوحوش القوية، وبيكون في أشخاص بيحاربوا الوحوش ديت وبيكونوا عاملين الواجب معاهم، بس عدد الوحوش بيكون أكتر منهم بكتير. وبيكونوا هيمسكوا بنت كده، ولكن في واد جامد بيتدخل وبينقذها، والواد الجامد دوت هو بطلنا وبيكون اسمه كانتا. والعيال بيخلصوا على عدد كبير جدا من الوحوش، بس أعداد أكبر منهم بتظهر. وبطلنا بينقذ واحدة تانية الوحوش كانوا هينفخوها، ولكنه بيتصاب وبيقولوا وانا أفضل أنقذ فيكم كده ولا إيه، وبيقول لهم ينسحبوا من المكان وهو يوفر لهم وقت وهيقتل الوحوش ديت. وفعلا العيال مش بيكدبوا خبر وبينسحبوا من المكان وبيسيبوا كانتا قدام سرب كامل من الوحوش. ومع ذلك بطلنا بيقول لهم تعالوا لي، وبينزل طحن فيهم شمال ويمين، وبيكون برضه عمال يتصاب. ووقتها بيظهر زعيم الوحوش ديت واللي بيهجم على كانتا بهجوم من الاخر. وبطلنا بيقول بس كده شكرا، ديت النهايه اعتقد، وبيفرح ان فريقه قدر يهرب على الاقل. وبنعرف بقى يا معلم ان الارض بقت عباره عن خراب بسبب الوحوش اللي غزتها، ولكن البشر قدروا يعملوا جزر طائره كده عشان يعيشوا فيها ويقتلوا الوحوش ديت. وبطلنا بيكون واقف على واحده من الجزر ديت وما حصلوش حاجه. اكيد مش هنخلص الانمي من اول حلقه يعني، نسيبنا بقى منه. وبنشوف قائده الاكاديميه وهي بتشوف بيانات الطلاب اللي عندها في الأكاديمية، والمساعدة بتاعتها بتبدأ تقول لها المكتوب في التقرير عن الطلاب. وبيكون أول تقرير عن بنت شايفة نفسها ملكة جمال حرفيا، وبتقول في التقرير إن مفيش حد في جمالها. والقائدة بتقول دي البداية الحلوة دي. والمساعدة بتقول إن تقريرها كامل عبارة عن وصف لجمالها، وبتقول كمان إن برغم جمالها فهي تعتبر من أفشل الطلاب عندهم. وبنعرف إن اسمها فرايا، فالقائدة بتقول لها ما ده الطبيعي من واحدة في فريق اللهب يعني. وبتكمل المساعدة وبتبدأ تقول لها التقرير التاني واللي بيكون عن بنت اسمها اينز، واللي بتقول إنها عاوزة تكون ساحرة سماوية وتنقذ الناس من الوحوش، وإنها لما بتنقذ حد بتكون فخورة جدا بنفسها. والمساعده بتقول طب والله حلوه ديت. فالقائده بتقول لها حلوه مين ديت اول واحده هتموت لانها هتضحي بحياتها عشان التانيين في اي لحظه. وبيكون مكتوب في التقرير بتاعها انها خجوله. وبتقول المساعده ان درجاتها في امتحان القبول كانت ضعيفه، ولكن عائلتها اقوياء في استخدام السيوف السحريه المزدوجه عشان كده قبلوها قبلنا بالواسطه يعني. والقائده بتقول لها حولي يا بنت على البنت اللي بعدها، فبتقول لها تمام يا باشا. وبتكون البنت الثالثه اسمها ميسوري، وديت الوحيده اللي بتكون مميزه لانها كسرت رقم جديد في عدد الخسائر المتتاليه، وده لانها خسرت حوالي 124 مره ورا بعض. دي ايه الحلاوه ديت. وبيكون مكتوب في تقريرها انهم بيوصوها انها تسيب الاكاديميه في اقرب وقت. فالقائده بتقول لها كفايه كده. وبنعرف بقى يا معلم ان الثلاثه دولت هم افشل ثلاثه في الاكاديميه، والقائده بتكون عاوزه تشوف مدرب ليهم عشان يخليهم يتحسنوا. والمساعده واللي بيكون اسمها كلوي بتقول ان عندها الحل. وبنشوف بطلنا اللي صاحبه بيعرفه ان قائده الاكاديميه عاوزه تقابله، فبطلنا بيقول ان في مصيبه على كده، وبيركب بقى القطر وبيكون في طريقه ليها. واثناء ما هو ماشي بيخبط في بنت كده، وحرفيا بتنيل هدومه بالاكل اللي معاها، وبتقول له انت عبيط ياض مش عارف تشوف قدامك ولا ايه. فبيقول لها انا برضو ده بدل ما تتاسفي لي على الهدوم اللي باظت ديت. فالبنت بتقول له هتاسف طبعا، ولسه هتلم عليه الناس وتقول انه منحرف بتلاقيه اختفى من المكان. وبطلنا بقى بيغسل هدومه بعد ما اتبهدلت، وبيلاقي الهبله ديت وهي بتتامل جمالها في المرايه. فبيقول لها بتعملي ايه يا حاجه. فبتقول له بشوف جمال يا اسطى اللي انت انبهرت بيه اكيد. فبيقول لها جمال ايه بس ده انا فكرتك مجنونه. فبتيجي توري له جمالها ولكنها بتلاقيه بيغسل هدومه، فبتصيح زي اللي قبلها. ولكن بطلنا بيكون خلع بسرعه من المكان، وبينتشر بقى اشاعات عن شخص منحرف في الاكاديميه. وبطلنا بيكون بيدور على حته عشان يلبس هدومه، ولكن البنت ديت بتدخل لعنده وبتنصدم منه. بتقول له انت بتنيل ايه هنا. فبيقول لها اكون بعمل ايه يعني بلبس هدومي. فبتقول له ان المكان دوت خاص بالبنات بس. وما شاء الله على سوء التفاهم في الانمي دوت. وبطلنا بيقول وبيخلع لتالت مره. وبنشوفه بعدها هو في الاكاديميه، وفي كام واحد بيقولوا عليه انه البطل الخائن، وهنعرف السبب اللي خلاهم يقولوا كده بعدين. وبطلنا بيقابل كلو اللي بتعرفه انها عاوزاه يقابل مديره الاكاديميه، وفعلا دوت اللي بيحصل. ومديره الاكاديميه بتقول له يا اهلا بالخاين. فبيقول لها عاوزه ايه انجزي ما عنديش وقت لتفاهاتك ديت. فكلو بتقوم ضرباه في جنبه عشان يتعدل. والمديره بتعرفه انها عاوزاه يدرب فريق اللهب. فبيقول لها ما تخلي حد غيري يدربهم ومفيش غيري يعني. فبتقول له ان مفيش حد غيره فاضي. وبيشوف بطلنا احصائيات الفريق دوت، وبيلاقي انها بالبلة زي ما عرفنا قبل كده، ولكنه بيوافق انه يدربهم. وبنشوفه وهو رايح ليهم، وبيكون الكل بيتجنبه وبيقولوا انه خائن. وبنشوف احنا فريق اللهب واللي بيكون البنات اللي بطلنا قابلهم قبل كده، وبيكونوا عمالين يتخانقوا مع بعض. ولكن ساعتها بطلنا بيدخل عليهم وبيعرفهم انه هيكون مدربهم. فكلهم بيعترضوا على كده وبيقولوا عليه انه خائن ومنحرف كمان. وبيجوا مستدعين اسلحتهم وبيحطوها في وش بطلنا. وبطلنا بيقول باين عليها بدايه موفقه. وميسوري بتساله ازاي بقى مدربهم. فبيقول لها مش مهم تعرفي. فبتقول له اكيد مش هتعرف تدربنا، ده انت اكيد ما بصيتش على ملفاتنا حتى. فبيقول لها قصدك ايه يا فاشله، هي ملفاتكم فيها حاجه يتبص عليها اصلا؟ ده انت الاكاديميه بتوصيك انك تسيبيها من كتر فشلك. وطبعا البت بتبقى في نص هدومها من كلام بطلنا، وبيروح بعدها على فرايا وبيقول لها انها تعتبر افشل واحده فيهم وانها مش بتعمل واجباتها حتى. فبتقول له مش بشغل دماغي يا اسطى بالحاجات ديت. وبيجي على اخر واحده واللي هي اينز، وبيقول انها قويه بس متردده جدا، وترددها دوت سبب ضعفها. وبيقول لهم كفايه كلام بقى ويلا بينا نبدا تدريب. فميسوري بتقول انها مستحيل
تتدرب مع خائن، فاينز بتسال عن السبب اللي خلى الناس ينادوه بالخاين، فبتقول لها ميسوري انا هعرفك. وبنعرف بقى يا معلم ان بطلنا قوي جدا في القتالات وعنده قوه تحمل كبيره، ولكن الفريق اللي كان فيه بطلنا كان مشارك في بطوله كبيره جدا وكان متوقع انهم يفوزوا بمراكز عاليه ولكنهم خسروا، والسبب في خسارتهم ان بطلنا ما شاركش معاهم وانهم كانوا حاطين املهم عليه. فمن بعد البطوله ديت اطلق عليه لقب الخائن لانه باع فريقه حرفيا، وبيقولوا انهم مستحيل يتدربوا مع واحد بياع زيه، ولكن بطلنا بيقول لهم انه قوي جدا وانه لو دربهم هيخليهم اقوياء زيه ويمكن اقوى منه كمان، ولو مش عاوزين براحتهم خليهم يخسروا كده. فساعتها البنات بيتخيلوا نفسهم بعد تدريب بطلنا وبيقول لهم قررتوا ولا ايه، فبيقولوا له ما قدمناش حل تاني، وبيوافقوا يتدربوا معاه وبيقرر يشوف مهاراتهم عشان يعرف مستواهم الحقيقي، وبيكونوا بيتعاركوا على مين اقوى واحده فيهم، ولكن بطلنا بيقول ان هو اللي هيحدد بعد ما يشوف مستواهم. وبنشوف بعدها كلوي اللي بتكون قاعده مع واحده من فريق بطلنا كانتا واللي بيكون اسمها يوري، واللي بتسال كلوي عن احوال بطلنا، فبتعرفها كلوي ان بطلنا بقى بيدرب فريق دلوقتي، فبتقول لها يوري بقى فاضي يدرب فريقه وما كانش فاضي للبطوله بتاعت فريقه، فبتقول لها كلوي تهدى شويه وانها شغله دماغها قوي بطلنا، وواضح كده ان يوري بتحب بطلنا. وبنروح نشوف كانتا اللي بيكون طاير مع البنات في السماء عشان يختبرهم، وبيقول كانتا ان الاختبار هيكون سهل عليهم جدا وانه مش هيستخدم قوته خالص، حتى انه مش هيستخدم سحر الطيران بتاعه، هيستخدم اللوح دوت عشان يطير، وده عشان لو طار بقوته مش هيقدروا يشوفوه اصلا. فبتتعصب ميسوري من استهزائه بيهم وبتساله هيختبر قوتهم ازاي، فبيقول لهم انه هيطير باستخدام اللوح وانهم لازم يضربوه ضربه واحده بس عشان يفوزوا، وانهم يقدروا يستخدموا اسلحتهم وقوتهم الكامله في الاختبار دوت. وفعلا بيطير كانتا وميسوري بتروح ورا على طول، وبيقول بطلنا انها سريعه فعلا ولكنها اتحركت من غير ما يعملوا خطه حتى، وميسوري بتستدعي السلاح بتاعه وبتبدا في الهجوم عليه، ولكن كانتا بيصد كل ضرباتها وبيطير بعيد عنها وبيقدر انه يفلت منها. وبيقول ان تركيزها ضعيف ولكنه فجاه بيحس بحد وراه، وبتكون اينز وبيقول انه ما حاسش بيها خالص، وبتكون معاها سلاحها وبتبدا في الهجوم عليه، بس بطلنا بيصد ضرباتها برضه وبتكون قويه جدا، بس فجاه بتتحرج لانها بتعرف انها قريبه جدا من بطلنا وبتبدا تضرب بشكل عشوائي، فبيقول لها بطلنا انها تهدى وبتعمل كده فعلا وبتهجم عليه مره تانية، ولكن وقتها بتكون فرايه مستدعيه السلاح بتاعها واللي هو بيكون عباره عن بندقيه وبتهجم بيه على بطلنا من بعيد، وبطلنا بيحس بالرصاصه وكان هيتجنبها بس كانت هتيجي في اينز، فبياخدها وبيقرر يصد الرصاصه بسلاحه وبيقدر ينقذ اينز فعلا. وبيقول ان مهاراتهم طلعت افضل مما توقع وان عندهم حبه مشاكل بس، وبيقول لاينز انها كانت هتصيبه لولا انه حس بهاله القتل عندها، وبيقول لها انها تقلل الهاله بتاعتها وقت ضرب الرصاصه، وبتكون ديت اول معركه جويه ليهم، فبيحييهم على كده. وبتكون ميسوري لسه بتدور عليه وبيقول لهم كانتا ان كفايه تدريب عليهم النهارده، وبعدها بنشوف بطلنا وهو ماشي، وبيقول انهم لو كانوا وحدوا قوتهم سوا كان زمانهم اصابوه من زمن، وبيقول انه رسم لهم خطه عشان يحسن من تعاونهم مع بعض، وبيروح يعرفهم خطته للتدريب ولكنه بيدخل في وقت غلط فبيعملوا معاه الواجب. وبعدها بنشوفهم مع بطلنا وبيعرفهم بطلنا انه عمل لكل واحده فيهم نظام تدريب، ولكن فرايا بتقول له استاذن انا، وبتقول انها اجمل من انها تتدرب معاهم، ربنا يعينك يا بنتي على المهلبيه اللي في دماغك والله. والبنتين الفاضلين بيقولوا له سيبك منها ويلا احنا على التدريب. وبنشوف بعدها اينز واللي بطلنا جاب لها لبس جديد ليها وبيدي لها مهمه انها توزع حبه منشورات في المدينه وان ده تدريبها، وفعلا بنشوفها وهي بتوزع المنشورات بس بتكون محرجه من لبسها ومش بتعرف توزع حاجه لحد ما بيجي حبه ولاد وبيقولوا ايه الجمدان دوت، دي فتاه احلامنا ولا ايه، وبيتلموا كلهم عند اينز اللي اخيرا بتقدر تدي لحد منشور من بتوعها وبيشكرها على كده. وبطلنا في وقتها بيكون مع ميسوري وبيدي لها مهمه مراقبه فرايا وبيقول لها انها لازم تعرف نقطه ضعفها، فبتقول لي يا اسطى انت بتهرج ولا ايه بقى انا هراقب الهبله ديت، ولكن وقتها الهبله بتطلع وبطلنا بيخبي ميسوري وبعدها بيقول لها انت مستنيه ايه يلا وراها ما تخليهاش تفلت منك. وفعلا بتروح ميسوري تراقب فرايا ولكن فرايا بتلاحظ انها بتراقبها وبتقفشها على طول، ولكن ميسوري بتتصرف وبتقنعها انها عاوزه تشتري حبه حاجات معاها. وبنشوف بطلنا بعدها وهو قاعد وبتجيله اينز وبتقول انها خلصت وبتقول انها الاول كانت محرجه ولكن بعد كده بدات توزع المنشورات بسرعه على الناس وما بقتش محرجه خالص، ولكن بطلنا بيصدمها وبيقول لها انها خلصت نص التدريب بس، وبيقول لها ان المحل دوت كان عاوز نادله وبيخليها تكمل تدريبها كنادله في المحل دوت، وبيكون بيعمل كده عشان تتعامل مع ناس اكتر وما تتحركش وتتوتر بعد كده. وبعدها بنشوف واحد من العلماء اللي هو ماشي بيخبط في يوري بالغلط ويوري بتعتذر له، والعالم دوت واضح كده انه حبها من اول نظره وركزوا مع الاهبل دوت لانه هينيل الدنيا قدام. وبعدها بنشوف فرايا وميسوري وهما بيتسواوا سوا وميسوري بتكون بتراقبها عشان تعرف نقطه ضعفها، وبتعرف ان فرايا بتحب الكتب جدا وكمان بتحب الحاجات الكيوته زي الدمى وكده، وميسوري بتقول لها ما انت طلعت بتحب حاجات حلوه زينا اهوت، فبتتوتر فرايا وبتاخد حاجاتها وبتقول انها لازم تمشي وبتعمل كده فعلا. وميسوري بتقول يعني نقطه ضعفها الدمى ولا ايه، وبنشوف وقتها اينز اللي بتكون مش عارفه تاخد طلبات الزباين من الاحراج والعيال بيضحكوا على تصرفاتها، فبتهرب من المكان بسرعه وفي واحد بيكون عارف كانتا وبيقول هو ازاي بيعمل كده في تلاميذه. وبنشوف اينز اللي بتكون زعلانه لانها فشلت في التدريب ولكن ميسوري بتجيلها واينز بتعرفها اللي حصل، فبتقول لها ميسوري انها هتساعدها وانها ما تخافش. وبعدها بقى بنشوف تجمع للطلاب وبنعرف ان التجمع دوت بسبب ميسوري واينز واللي بيكونوا لابسين لبس حلم كل اوتاكو انهم يشوفوا بنت لابساه، وبتبدا ميسوري تاخد الطلبات من الزباين بس اينز بتكون متوتره لسه لحد ما الشخص دوت بيطلب منها طلب وفعلا بتجيبه له، ولكنها بتكون متوتره لسه، فبيقول لها الشخص دوت انه عارف مدربها وانها لازم تثق فيه وفي تدريباته وانها كمان لازم تنجح عشان صاحباتها اللي بيساعدوها واثقين
فيها. وبنشوف ميسوري اللي بتكون اخدت راحتها على الاخر في الشغلانه، واينز بتكون شايفاها وبتقول انها هتثق في نفسها اكتر، وبتيجي تشكر الشخص دوت ولكنه بيكون اختفى. وبتبدا اينز انها تتشجع وتشوف طلبات الزباين. وفي الوقت دوت يوري بتشوف الزحمه اللي حاصله في المكان، وبتعرف من كلوي ان دوت بسبب ميسوري واينز اللي بيكونوا محترفين جدا في الشغل. وبتكون اينز تخطط موضوع الخجل والتوتر، وبتقول يوري اما نشوف الخاين دوت بيخطط لايه، وبتمشي بعدها. وفي اخر اليوم بنشوف ميسوري اللي بتزعق اللي كانت عشان تمرين اينز الغريب، ولكن اينز بتشكر بطلنا لانه ساعدها على تخطي خوفها من الاختلاط بالناس. فبيقول لها بطلنا انه عارف تدريبات عيلتها القاسيه اللي خلت شخصيتها خجوله ومتردده كده. وبيقول لها انه لاحظ كده لما اتقاتل معاها وما قدرتش تبص في عينه وقت القتال، فبتعتذر اينز منه، ولكن بطلنا بيقول لها ما تعتذرش، وان ما حدش فيهم ما عندوش عيوب، وانها بعد ما عرفت نقطه ضعفها لازم تحاول تصلحها عشان تبقى اقوى. وفعلا اينز بتقول انها هتعمل كده. وقتها بتعرف ميسوري اللي خلى بطلنا اينز تتمرن التمرين الغريب دوت. وبعدها اينز بتشكر ميسوري على مساعدتها ليها، فبتقول لها ولا يهمك انا هفضل اساعدك على طول. ولكن بطلنا بيقول لها سيبك من الكلام دوت، انت عملت ايه في تمرينك يا هانم؟ فبتقول له انها ما نجحتش فيه، ولكنها عرفت ان فرايم ازاي ما بتحاول تبين ليهم، وانها طلعت بتحب الكتب والحاجات اللطيفه زي اي بنت. فبطلنا بيقول لها انها نجحت في التدريب فعلا، وبيجيب لهم ايس كريم بالمناسبه ديت. ولكن ميسوري بتقول انها ما نجحتش، وانها فشلت كقائده للفريق، وانها ما كانتش تعرف حب فرايا للكتب ولا الدمى، ولا كانت تعرف ان اينز عندها رهاب اجتماعي. فبيقول لها بطلنا انها نجحت فعلا لان التمرين دوت كان لكشف نقط ضعفهم، وانها عرفت غلطها دلوقتي وهتبدا في تحسينه اكيد. فبتقول له ميسوري اكيد يا اسطى، ومن حماستها بتوقع الايس كريم بتاعها على الارض وبتبدا تصيح بقى. وفي الليل بيكون بطلنا قاعد، وكلوي بتحاول تتسلل من وراه ولكنه بيقفشها على طول. وبتقول له انت على طول بتكشفني يا اسطى. وبتلاقي انه بيشوف احصائيات ميسوري، وبيقول انها عندها قوه سحريه مهوله ولكنها مش عارفه تستخدمها صح. فبتقول له ازاي هتتصرف معاها طيب؟ فبيقول لها انه لسه هيفكر. وفي تاني يوم بيقول بطلنا لميسوري انها هتبدل طريقه قتالها من السحر المدفعي الهجومي الى السحر المدفعي الدفاعي. وبيقول لها ان موهبتها في استخدام السيف ضعيفه جدا عكس قوه الطيران وقوه السحر عندها اللي بيكونوا قويين جدا. ولكن ميسوري بتقول انها مستحيل تعمل كده، وانها مش هتغير نمط قتالها حتى ولو هتفضل فاشله زي ما هي. فبطلنا بيقول لها بطلت تتصرفي بانانيه، فبتعيط وبتقول له انه ما يعرفش حاجه عنها، وانه مستحيل يكون مدرب كويس، وبتسيب المكان وبتمشي. وبنرجع للماضي حبه وبنشوف ان في كميه كبيره جدا من الوحوش بتهاجم الاكاديميه، وبيكون البشر عاجزين قدام الوحوش ديت لحد ما بتوصل واحده كده وبتكون قويه بشكل مرعب لانها بتنزل نفخ في الوحوش بكل سهوله. ولما بيظهر زعيم الوحوش بتشحن سلاحها وبتتفادى هجماته، وبتقدر انها تخلص عليه بضربه واحده بس من سلاحها. ووقتها بتكون ميسوري بتشجع الست ديت، واللي بنعرف عزيزي المتابع انها تكون ام ميسوري. وبنرجع للحاضر وبنشوف ميسوري اللي واقفه قدام قبر امها، وبتقول انها مش هتستسلم ابدا. وبنروح لاينز اللي بتكون مكمله في تدريباتها كنادله، وبتوصل القهوه لفريق كندا القديم. وبتشوفها يوري وبتكون عاوزه تسالها عن تدريبات بطلنا وليه بيعمل فيهم كده، ولكنها بتقول انهم هيقولوا لكندا اكيد، فبترفض تسالها. وبنشوف اينز اللي بتطلب مساعده من فرايا، ولكنها بتقول لها انت عبيطه يا بت، بقى انا بكل جمالي دوت اساعدك في التدريبات اللي تتعب ديت. وبنسيبنا من العبط دولت وبنروح نشوف العبيط دوت واللي بيكون اتهوس بيوري بعد ما قابلها. ولكن وقتها بيشوف بطلنا ويوري بتجري وراه وبتساله عن تدريباته للبنات دولت، فبيقول لها انه بيعمل كده عشان يحسن من مهارتهم. فبتقول له لا والله يعني مش هدخلهم زي ما خنتنا. فبيقول لها اكيد لا، وبيشكرها على اهتمامها بتلاميذه وبيكرف لها على الاخر. ووقتها العالم بياخد الصدمه حرفيا، وبنشوف بطلنا واللي بيوصل لمحل كده، ولما بيدخلوا بنلاقي ميسوري شغاله فيه، وبنعرف ان صاحب المحل دوت هو والد ميسوري. هو بطلنا بيقول لابو ميسوري انت ازاي ابوها ده، انت مش شبهها خالص يا عم. فبيضحك ابوها وبيقول انها زي امها. وميسوري بتتعصب ان بطلنا جه عندهم، وبتقول انها خلصت شغل النهارده وبتمشي من المكان. ووقتها بيشوف بطلنا الصوره متعلقه وبتكون فيها ام ميسوري، فبيقول لابو ميسوري ان الصوره ديت الذكرى الوحيده اللي موجوده لام ميسوري، وبيدي لبطلنا اكل بعدها. وبطلنا بينزل طحن فيه زي المفجوع وبيقول له ان طعمه جامد جدا، فبيشكره ابو ميسوري على كده. ولكن بطلنا بيقول له ليه ميسوري متمسكه جدا بسحر مدفع السيف الهجومي، فبيقول له ان ده نفس نمط قتال ام ميسوري. بيعرفوا ان ام ميسوري كانت محاربه قويه جدا في المدينه العائمه اللي كانوا فيها، ولكنها في يوم خرجت في مهمه وما رجعتش تاني، وانهم وقتها فقدوا ذكرياتهم عنها. وممكن ميسوري بتحاول تاخد نمط قتالها عشان تفضل فاكراها على طول. وبنشوف ميسوري اللي بتكون عماله تتدرب وبتقول انها مش هتستسلم ابدا. وبنرجع للماضي وبنشوف ام ميسوري اللي بترجع من مهمتها اخيرا، وبتكون ميسوري فرحانه جدا برجوعها. وبنشوف الناس اللي بيحيوا ام ميسوري على قوتها، وبنعرف انها محبوبه جدا وبتقضي شويه وقت مع عيلتها. ولكن بعدها بيجي لها مهمه، ولكن ميسوري بتقول لها انها ما قضتش معاهم وقت كبير، وبتكون متضايقه. ولكن والدها بيهديها، وامها بتقول لها انها مش هتتاخر. وبتقعد ميسوري مستنياها لحد ما بترجع فعلا. ووقتها امها بتاخدها وبتوريها المدينه من فوق بسحر الطيران، وبتقول لها ان امها بتحمي كل المدينه ديت. وبتكون ميسوري مبسوطه جدا منها. ولكن وقتها الشرطه الجويه بيقولوا لها انها تقف، فميسوري بتقول لها انها توريهم التصريح اللي واخداه عشان تطير فوق المدينه. فبتقول لها امها انها تمسك فيها جامد وبتطير بسرعه، وبتقول لها انها نست التصريح اصلا، وبيجروا بسرعه من الشرطه. وفي تاني يوم بتكون امها هتروح مهمه جديده، وميسوري بتقول لها انها هتكون مستنياها. وبعدها بتودعها وبتمشي، وبتكون ميسوري بتتدرب عشان تبقى زي امها. ولكن الوقت بيتاخر وبتكون امها ما رجعتش، فبتروح تسال ابوها امها هترجع امتى. فبيقول لها امك مين يا بنتي، وبيكون ناسي كل حاجه عن امها. فبتنصدم ميسوري وبتروح تسال الناس عن امها، بس ما حدش بيكون فاكرها غير ميسوري.
وقتها بيجوا اتنين على محل ابوها وبيكون معاهم سيف ميسوري وبيعرفوها انها كانت مقاتله قويه جدا وانها ضحت بحياتها ودخلت في وسط جيش العدو عشان تحميهم. وميسوري بتكون مصدومه وقتها وبتمسك سيف امها وبتقول انها هتكون ساحره قويه زيها. وبنرجع وقتها لميسوري في الوقت الحاضر واللي بتكون بتتدرب على اخرها بالسيف ولكنها بتكون ضعيفه جدا بيه. وبتقول انها دايما بتخسر رغم كل تدريباتها ولكنها بتقول انها مش هتستسلم ابدا. وبتمسك سيفها تاني ولكن بطلنا بيجي لها وقتها وبياخدها وبيروح عند قبر امها وبيقول لها انها لازم تسيب سحر السيف الهجومي وده لانها هتفضل ضعيفه كده دايما. ولكن ميسوري بتقول له انه زي والدها وان مش همه غير نفسه وبس. وبتكون ميسوري متضايقه من والدها لانه نسى ذكرياته عن امها وبتقول انها لما اخدت سيف امها قررت تاخد ارادتها وتكمل مسيرتها وتبقى زيها. وبتقول له ان خاين زيه مش هيفهم مشاعرها ديت. جرأيه يا بنت ما تحترمي نفسك، ده بطل الانمي. فبطلنا بيقول لها سؤال كده بس، هما الناس دولت كلهم ماتوا ليه؟ فبتقول له انهم ماتوا عشان كانوا بيحموا المدينه. فبيقول لها ان دوت صح وان امها اكيد ما تختلفش عنهم وان اكيد هدفها كان حمايه المدينه والناس اللي هي بتحبهم مش حمايه السيف بتاعه وحبه ذكريات. وبيقول لها ان والدك مش عاوزك تموتي لانه مش عاوز ينسى ذكرياته عنك زي ما حصل لامك. وبيقول لها انها لو فضلت كده هتموت لا محاله مستواها دوت. ولكن ميسوري بتقول انها عارفه ان اللي هي بتعمله ده اسمه انانيه ولكنها مش عاوزه تسيب سحر السيف ابدا. فبيضحك بطلنا وبيقول انها عنيده فعلا وعشان كده هو هيساعدها. وبيقول لها انها لازم تاخد وعد على نفسها انها تبقى اقوى من امها في استخدام سيف السحر الهجومي. وفعلا ميسوري بتعمل كده. وبنعرف ان بطلنا قال لابو ميسوري انه مش هيخليها تموت ابدا وانه هيساعدها وهيحميها كمان. وبيقول له انه هيخليها اقوى بكتير وهيقف جنبها لانه مدربها. وبعدها بنشوفهم وهم طايرين في السماء وبتكون اينز معاهم وبيكونوا هيبداوا تدريب. وفعلا بيتجهزوا للتدريب وميسوري بتشكر بطلنا على مساعدتها وبتكون بقت بتحترمه جدا. فبيضحك بطلنا وساعتها فرايا بتكون بتراقبهم وبتقول ان المدرب دوت طلع افضل مما هي توقعت. وبعدها بنشوف كانتا وهو قاعد مع صاحبه واللي بنعرف ان اسمه لويد. وبيعرف لويد كانتا ان خصم فريقه اللي جاي هيكون الثلاث بنات دولت واللي بيكون مهارتهم عاليه. فبتيجي يوري من العدم حرفيا وبتقول ان فريق كانتا هيخسر اكيد وانهم فشلوا ودلوقتي بقى معاهم المدرب الخائن وكده نسبه فوزهم معدومه حرفيا. فبيقول لها كانتا ان دوت شيء كويس لان الكل متوقع منهم الخساره لانهم فشلوا ودوت بيشيل التوتر من عليهم وبيديلهم فرصه اكبر للفوز. فبتقول له يوري هنشوف الكلام دوت وبتمشي وهي متعصبه وبيروح لويد وراها عشان يهديها. وساعتها بتيجي فرايا وبتقابل كانتا وبيوريها بطلنا احصائيات الفريق اللي هينافسهم وبيقول لها ان لو ميسوري واينز خلصوا تدريبهم معاه ممكن يكون عندهم فرصه للفوز. فبتقول له انا مالي يا عم انا مش هتعب نفسي اصلا في القتالات ديت. فبطلنا بيقول لها براحتك خالص. وبعدها بنشوف ميسوري واينز اللي بيكونوا تعبوا من تمرينات بطلنا ولكنهم بيقولوا ان مستواهم زاد فعلا. ولكن اينز بتقول انهم هيحتاجوا فرايا معاهم عشان يفوزوا بالمباراه الجايه. وفعلا بعدها بنشوف ميسوري وهي بتحاول تقنع فرايا انها تيجي عشان تتدرب معاهم ولكنها بترفض وبتقول ان اينز طلبت منها كده برضه ولكنها مستحيل تتعب نفسها في التدريبات التافهه ديت. وبتقول ان حتى كانتا مش عاوز يدربها وقال لها تاخد راحتها وبتكون هتمشي ولكن ميسوري بتمنعها وبتقول لها انها لازم تكون معاهم. ولكن كانتا وقتها بيوصل وبيمسك ميسوري من قفاها وبيقول لها بتعملي ايه يا مهزأه انت. وبنشوف بعدها قائده الاكاديميه اللي بتعرف كلوي ان في فريق من الخنافس الطائره بقائدهم بيقرب منهم وانها بعتت فريق لحراسه المدينه ولكنه اتبات بالكامل وانها قلقانه من الهجوم دوت. فبتقول لها كلوي انها ما تقلقش وان حمايه المدينه مهمتها. وبطلنا وقتها بيكلم فريقه وبيقول انهم اكيد محبطين لانهم عارفين انهم هيخسروا في المباراه الجايه. فبتقول له فرايا انها عماله تقول لهم كده بس بطلنا بيقطع كلامها وبيقول لها ان ده مش هيحصل وانه معاهم المره ديت وهيخلي الكل يتصدم منهم. وبيقول انه هيدي الميسوري مفتاح الفوز. وبعدها بنشوف العالم دوت واللي اتهوس بيوري خلاص وبيراقبها في التدريب كمان ولكن فرايا بتوقفه وبتخليه يهرب. وبيكون وقتها بطلنا مع ميسوري وبيستدعي سلاحه لاول مره وميسوري بتنصدم من سلاح بطلنا وبطلنا بيشحن قوه السلاح وبيضرب منه قذيفه من الاخر كفيله انها تبيد جيش كامل من الخنافس الشيطانيه. وطبعا ده تطبيل من لقوه بطلنا. وبيقول لها ان المهاره دي اسمها الهجوم الناسف وانه هيعلمها ليها. فبتقول له بقى انا يا اسطى هعمل الهجمه ديت. فبيقول لها حصل وبيبدا يعلمها وبيقول لها انها تجمع قوتها السحريه الكامله وتحطها جوه السيف وما تضربهاش. وفعلا ميسوري بتعمل كده ولما بتكتمل عمليه شحن الطاقه بيقول لها بطلنا انها تطلق قوتها الكامله وفعلا بتنجح في كده ولكنها بتتعب بعدها. ولما بتبص على بطلنا بتقول حي لانها بتلاقيه تعب برضه من الهجمه ديت وبتقول شكل قوته السحريه ضعيفه ولكنها عزيز المتابع تجهل قوه بطلنا اللي هنشوفها كمان حبه. وبطلنا بيقول لها عاش عليكي. وفرايا بتكون بتراقب الوضع وبتقول ان ميسوري اتحسنت فعلا. وعلى اخر النهار بنشوف بطلنا اللي بيكون بيدرب اينز واينز بتكون بقت قويه جدا وده بعد التدريبات اللي اخدتها من بطلنا. وبطلنا بيكون مندهش من هجماتها ومراوغاتها السريعه بالسيفين وبيفرح باللي وصلت ليه وبيقول لها انها بقت اقوى بكتير وما بقتش بتتوتر. فبتقول له اينز ان دوت كله بفضله. وبتكون فرايا بتراقب وبتقول ان بطلنا طلع مدرب قوي فعلا. ولما بتيجي تبص عليه مره تانية بتلاقيه اختفى وبطلنا بيجي من وراها وبيقول لها عامله ايه يا مزه. فبتنصدم فرايا من سرعته وبتقول له انت ازاي جيت هنا. فبيقول لها باللوح الطاير عادي يعني. وبيلاقيها لابسه نضاره فبيقول لها انت مش بتعرفي تستخدمي مهاره الابصار غير بالنضاره ديت ولا ايه. فبتنصدم فرايا وبتخلع النضاره وبتقول له انت ازاي عرفت ان عندي قدره الابصار. فبيقول لها مستحيل حد يراقبنا واحنا على الارتفاع دوت غير لو عنده قدره مميزه في الرؤيه. فبتقول له انها بتملك قوه
الابصار فعلا، وبتقول له ان المهاره اللي علمها الميسوري مش هتكون مفيده في المباراه. فبيقول له دوت ليه، فبتقول له انها تحتاج وقت لجمع قوتها، وان دوت يا معلم مش هينفع في المباراه لانهم لازم يحموا ميسوري من قدام وورا. فبيقول لها كانت انها عندها رؤيه ثاقبه وبتقدر تحلل ابعاد المباراه كمان، وانها مميزه فعلا وانه بيعتمد عليها. فبتقول له استنى بس يا عم، ميسوري هي مفتاح الفوز مش انا. فبيقول لها غلط، وان في اكتر من مفتاح للفوز، وانها بتملك مفتاح للفوز برضه. فبتقول له ازاي دوت، ده انت ما دربتنيش ولا اهتميت انك تصر عليا عشان اتدرب معاكوا حتى. فبيقول لها بصراحه كده كنت معتمد على البنات عشان يقنعوكي، ولكن بيقول لها ان التدريب مش مهم لو هي ما عندهاش رغبه في الفوز، وبيقول لها ان فريقها محتاجها وانهم لازم يتطوروا عشان يكسبوا في المباريات الجايه، والا يفضل لقب الخاسرات لازق فيهم لبقيه حياتهم. فبتتاثر فرايا من كلام بطنه وبتكون لاول مره عاوزه تكسب. وفي تاني يوم بتكون ميسوري واينز هيتمرنوا سوا، ولكن الصدمه انهم بيلاقوا فرايا مستنياهم وبتقول لهم اتاخرتوا ليه شويه اوباش. فبيقولوا لها انهم كانوا بيدوروا عليها، وبيكونوا مبسوطين جدا انها جت للتدريب، وبطلنا بيكون بيراقبهم وقتها وبيقول ان مفتاح الفوز اتجمع فعلا. وفي تاني يوم بنشوف سرب هائل من الخنافس الشيطانيه وهم متوجهين للمدينه، وبتبدا حاله الطوارئ في المدينه وبيتم تفعيل نظام الحمايه، وقائده الاكاديميه بتقول ان اللي هي خايفه منه حصل، وبتؤمر الجنود من الترتيب الاول انهم يطلعوا لقتال الخنافس الشيطانيه. وبنشوف فريق بطلنا اللي بيخلي الناس، وبطلنا بيشوف الخنافس الشيطانيه وبيقول ان في مجموعتين وان في واحده منهم جايه على هنا. وبنشوف كلوي وفريق كانت السابق وهم بيغلبوا المجموعه الاولى من الخنافس، ولكن لويد بيقول ان في مصيبه وان المجموعه الثانيه اخترقت دفاعات المدينه وبتهاجمها دلوقتي. وقائده الاكاديميه بتقول ان تم اختراق دفاعاتهم، وبتقول للطلاب اللي بيخلوا الناس انهم يستعدوا للقتال. وفعلا الخنافس بتوصل لعند فريق بطلنا، وميسوري بتستدعي سلاحها وبتبدا في الهجوم وبتقدر تقتل واحد فعلا. وبطلنا بيقول لها عاش عليكي بس لسه فاضل كتير. فبنلاقي ميسوري بتستخدم الهجوم الناسف وبتفشخ الخنافس وبتصدم الكل، ولكنها بتكون فشخت نص المدينه في السكه ومعاهم مقهى والدها. وبنشوف ان اعداد الخنافس الشيطانيه في تزايد، فبتقول قائده الاكاديميه انهم لازم يقتلوا القائد بتاعهم، وفعلا بتقدر تحدد مكانه وبتبعت فريق لهناك، والفريق دوت بيقوم بالواجب وبيقدر يقتل الخنافس الشيطانيه وبيقتل القائد كمان. ولكن الغريبه ان الخنافس الشيطانيه مش بيهربوا، وده معناه ان في قائد كمان، ودوت اللي بيقوله بطلنا الفريق وبيقول لهم انهم لازم يدوروا عليه. فبتقول له ميسوري ان ما عندهمش وقت وان المدينه هتتدمر على بال ما يلاقوه، ولكن فرايا بتقول انها تتصرف وبتلبس النضاره وبتستخدم قوه الابصار وبتقدر تلاحظ تواجد اعداد كبيره من الخنافس في نقطه واحده، وبتقول ان القائد بتاعهم اكيد هناك. وفي الوقت دوت فريق كانت السابق بيكون بيواجه مشكله مع اعداد الخنافس الشيطانيه، وبتقول يوري انهم لازم يرجعوا عشان يحاربوا الخنافس الشيطانيه اللي موجودين في المدينه دلوقتي. ولكن كلوي بتقول لها ما تقلقش وان كانتا موجود هناك. فبتقول لها كانتا مين؟ ده اول واحد هيهرب. فكلوي بتقول لها انها تثق في كانتا شويه، ولويد بيقول لها ما تنسيش انه كان اقوى واحد فينا. وبنشوف كانتا اللي بيقول انهم هيقتلوا الخنافس الشيطانيه بنفسهم، وبيحمس فريقه لكده وفعلا بيبداوا في الهجوم. وبتكون اينز بتقاتل الخنافس من قريب، وفرايا بتحمي ميسوري اللي بتجهز الهجوم الناسف وبتضربه وبتفجر عدد كبير جدا منهم. ولكن وقتها بتيجي الصدمه لان اعداد اكتر بتظهر، وبتستخدم ميسوري الهجوم الناسف مره تانية بس اعداد اكتر بتطلع، وبتفضل اينز تحمي ميسوري من قدام وفرايا بتحمي ظهرها. وبتقدر ميسوري تجهز قوتها وبتضرب الهجوم الناسف لثالث مره وبتفشخ الخنافس الشيطانيه. وبطلنا بيكون فخور جدا بيها، ولكن وقتها بيتوجه هجوم مرعب لميسوري، وبطلنا بيقول لها تحاسب، ولكن الهجوم بيسيبها فعلا. بس بطلنا بيكون حماها على اخر لحظه وبيكون اتصاب جامد، ووقتها بيظهر الزعيم اخيرا، وبيكون اول مره يشوف النوع دوت من الزعماء، وبيبدا في الهجوم وتدمير المدينه. والحطام بيقع على اينز وبتحاول فرايا انها تلحقها، ولكن الحطام بيقع عليها هي كمان. وميسوري بتنزل هي وبطلنا وبتقول له انه متصاب، فبيقول لها انها ما تقلقش. فبتقول له انه ما يهدرش قوته السحريه لانها قليله. بس بطلنا بيقول لها انت ما شفتيش حاجه لسه، وبيستدعي سلاحه وبيقول لها شوفي كويس وتعلمي. ومره واحده هاله جباره بتطلع من بطلنا وبيقول لها ما تقلديش اللي عامله دلوقتي. وميسوري بتتصدم من قوه بطلنا الغريبه ديت، وكانتا بينطلق بكامل قوته على الوحوش، وبمجرد ما بيعدي من جنبهم بس بيبخرهم، والزعيم بيهجم عليه بس بطلنا بيقول له انت بطيء جدا، وبيبدا يتفادى هجماته بكل رشاقه. وميسوري بتقول ان ديت مش قوه سحريه عاديه، وبطلنا بيوصل لعند الزعيم وبيهجم عليه وبيوقع جزء منه، وبيقول انه هيخلص القتال دوت بسرعه، وبيطير لفوق. والزعيم بيحضر اقوى هجمه عنده، وبطلنا بيجهز سحره وبيبدا يقوي سلاحه، والزعيم بيهجم عليه وبطلنا بيرد عليه بالهجوم الناسف، وبيقدر فعلا انه يدمر الزعيم بل بيخفيه من الوجود اصلا. وميسوري بتكون مش مصدقه قوه بطلنا، واينز وفرايا بيطلعوا كويسين في الاخر، وبطلنا بيقع بعد ما استخدم كامل قوته، والثلاث موزس بيروحوا عليه، وبتبدا الخنافس الشيطانيه في التراجع. ويوري بتشوف كده وبتقول ازاي، فكلو بتقول لها انها قالت لها تثق فيه. وقائده الاكاديميه بتقول ان تم القضاء على نوع جديد من الزعماء، وبتقول يا ترى مين اللي هزم. والعالم دوت بيكون بيجري عشان يشوف يوري، ولكن في طريقه بيلاقي الجزء اللي وقع من الزعيم اللي قتله كانتا، وبيبدا الجزء دوت انه ينور. وبنشوف فريق بطلنا اللي بيكونوا مجموعين حواليه، وميسوري بتقول له انت مت يا عم ولا ايه؟ فبيقول لها اموت واسيبكم لمين يا حبه غجر. وبيقول ان السما رجعت صافيه من تاني، بس بيقول لهم انهم عندهم مباراه دلوقتي، وفعلا بيروحوا ليها. وبطلنا بيوصل بعد ما بيعالج ايده عشان يشوف المباراه، وبتكون يوري مستنياه وبتقول له انها عاوزه تشوف تطور فريقه. فبيقول لها ده انت تندهش من قوتهم، وبيكون واثق فيهم جدا ولكنهم بيخسروا في الاخر. وبطلنا بيجي له احباط حرفيا، ويوري بتقول له اندهشت فعلا. فبيضحك بطلنا
بطننا وبيقول ان دوت بيحصل في بعض الاحيان. وبنشوف فريقنا وهما بيتدربوا، وبتكون ميسوري جايبه اخرها في التدريب، بس الوحوش التدريبيه بيكونوا كتار جدا عليها، وفرايا بدل ما تساعدها بتفضل تشوف في جمالها، واينز بتكون الوحوش كتار عليها برضه. وكانتا بيراقب وضع الفريق اللي بيكون بالبلة حرفيا، ولكنه بيقول ان الامور ماشيه تمام. وبنشوف مديره الاكاديميه اللي بتسال فريق كانتا السابق لو هم اللي غلبوا الزعيم الجديد، ولكنهم بينكروا كده وبيقولوا انهم ما شافوش شكله حتى. فبتقول قائده الاكاديميه ان كانتا بيقول ان فريقه هو اللي غلب الزعيم، وعشان كده مش هيحاسبوهم على الدمار اللي حصل للمدينه. وبتقول ان رغم تدريب كانتا للفريق الا انهم خسروا مره تانية. فيوري بتقول ان دوت المتوقع من كانتا الخائن، فبتقول قائده الاكاديميه انها هتاخد اجراء معاه. وبعدها بنشوف فريق كانتا وبيكونوا متعصبين جدا لان محدش عرفهم ولا اتشهروا حتى بعد قتالهم مع جيش الخنافس الشيطانيه. فبيقول لهم كانتا ان دوت طبيعي وان محدش شاف القتال دوت، بس بيعرفهم ان في حاجه افضل ممكن تخليهم معروفين، وهي بطوله الفرق. وبنعرف ان البطوله دي مسموح فيها بمشاركه جميع الفرق ما عدا الفرق من الرتبه اس، وده عشان هم اقوى الفرق، فعشان يسيبوا فرصه للفرق التانيه مش هيشاركوا. وبنعرف ان في جوائز جامده في البطوله ديت زي الاسلحه المطوره والشهره والمجد وحاجات تانيه كتير. والبنات بيتخيلوا انهم فازوا بقى والدنيا لعبت معاهم، وبيقولوا انهم هيشاركوا وانهم هيفوزوا المره ديت وهيبقوا ابطال بعد ما يفوزوا بالبطوله ديت. بس بعدها بنشوف بطلنا عند قائده الاكاديميه اللي بتقول له انت مطرود من كونك مدرب، فبيقول لها دوت ليه. فبتعرفه ان فريق اللعب لسه بيخسر زي ما هو، وان مفيش داعي انه يفضل مدربهم، وانها هتحل الفريق دوت. فبطلنا بيقول لها غلط وانهم بيتقدموا فعلا وهيشاركوا في بطوله الفرق كمان. فبتضحك مديره الاكاديميه وبتقول له انت مصدق انهم هيفوزوا ولا ايه؟ فبيقول لها انه مصدق جدا. فبتتحداه انهم يفوزوا، بطلنا بيوافق على كده وبيقول لها انها هتخلي فريقهم لو فازوا. فبتقول له تمام، وبيكون الفريق بيسمعهم وقتها، ولكن بطلنا بيقفشهم. وبعدها بيقول لهم انهم لازم يفوزوا وبيحفزهم على كده، والفريق بيقولوا له انهم معاه بس بيكونوا خايفين من الخساره. فبيقول لهم بطلنا انهم ما يفكروش في الخساره ابدا لانهم هيخسروا لو عملوا كده، وانهم من بكره يبداوا تمرين بقوه وانهم يتجهزوا لكده. وبعدها بيمشي وبيعرفهم قبل ما يمشي ان تقسيم الفرق هيكون بكره. وبعدها بقى بنشوف فريق كانت السابق واللي بيكونوا مع قائده الاكاديميه اللي بتاخدهم للمختبر اللي بيعملوا فيه التجارب على الخنافس الشيطانيه، وبتوريهم الخنافس اللي بيكتشفوا فيها، ولكنها بتقول انها جايباهم عشان حاجه معينه. وبتجيب ساعتها رئيس قسم الابحاث واللي هو نفس العالم اللي قابلته يوري قبل كده، وبيفرح جدا لما بيشوفها. فبتقول له قائده الاكاديميه يوريهم العينه الاخيره، وبنعرف ان العينه ديت هي الجزء اللي وقع من الزعيم اللي قتله كانتا. ولكن الغريب ان الجزء دوت من الزعيم عنده قدره التجدد، والعالم بيقول ان الوحوش في تطور كبير. فبتقول له قائده الاكاديميه انه يستمر في ابحاثه، وبتقول لفريق كانت السابق يلا بينا نمشي. وبتقول لهم في الطريق ان الوحوش بتتطور عشان كده هي قلقانه، وانها عملت البطوله ديت عشان تطور من مستوى الطلبه. وبتقول لهم انها جابتهم هنا عشان تعرفهم اخر التغييرات وانهم يقدروا يمشوا دلوقتي. وفي تاني يوم بنشوف فريق بطلنا واللي بيكونوا بيشوفوا هيواجهوا مين في اول مباراه في البطوله، وبيطلع فريق من المستوى الضعيف زيهم. ووقتها بطلنا بيوصل وبيعرفوه انهم مش هيواجهوا فريق قوي في اول مباراه، ولكن وقتها يوري بتيجي وبتعرف كانتا ان فريقها مشارك في البطوله ديت واللي بيكونوا من الرتبه ايه. فبطلنا بيقول لها من امتى عندك فريق؟ فبتقول له من امبارح، وان فريقها هيواجه فريقه ويغلبه ودوت لو وصلوا للنهائي اصلا. فبيقول لها بطلنا ان فريقها هيغلب فريقها، وانهم لو فازوا على فريقها هتنضم الفريق اللهب بتاعهم. فبتقول له يوري ان دوت شيء مستحيل ولكنها موافقه. وبطلنا بيقول للفريق بتاعه انهم لازم يفوزوا عشان فريقهم ما يتحلش. وفي مكان تاني بالليل بنشوف طالب بيحاول يهرب من شخص غريب، ولكن الشخصات بيحاصره وبيقدر ياخد قوته، مش بنعرف مين الشخص دوت. وبنرجع بعدها حبه بالزمن ل3 سنين فاتوا لما كانت يوري لسه جايه للاكاديميه، وكانت بتتفرج على بطلنا اللي بيكون في مباراه هو وفريقه، ولكن فريق بطلنا بيكون خسران. ولكن بطلنا بيراوغ فريق الخصم اللي بيهاجمه وبيحاول يغلبهم، وبيقدر فعلا يغلب الاول بس التاني بيضرب عليه اسهم، وبطلنا بيصد ضربته بس السهم تاني كان هيصيب يوري ومحدش بيقدر يلحقها غير كانتا. ويوري بتندهش من سرعته، وبطلنا بيقول انه هيخلص المباراه ديت بسرعه، وفعلا بطلنا بيكون سريع جدا وبيقدر يقلب نتيجه المباراه وبيفوزوا. ويوري بتندهش منه بيكون هو اللي حفزها عشان تطور من نفسها، وبتكون اعجبت بيه. وبنرجع في الوقت الحاضر وبتكون كلوي بتحقق في موضوع الشخص الغريب اللي بيهاجم الطلبه، وبتكون يوري ولويد معاها. ووقتها بينزل بطلنا من على الشجره اللي جنبهم، فبتقول له يوري انت كنت بتراقبنا ولا ايه؟ فبيقول لها انا نايم يا حاج هنا من قبل ما توصلوا. فبتتعصب يوري وبتقول انها رايحه لفريقها، وبتمشي بعدها وهي متعصبه. فبيقول كانت انها واخده موضوع التحدي بجديه. وبنشوف بعدها فريق بطلنا وهما بيتدربوا، وفرايا بتقول انها مش متعوده على الحمايه من منتصف التشكيله، واينز بتقول انها مش عارفه تقاتل وهي ورا. وبنعرف ان بطلنا غير تشكيله الفريق عشان يحسن من ادائهم، وبيقول انهم هيفهموا دلوقتي. وفرايا بتقول انها فهمت فعلا وبتستدعي سلاحها، وبتقول لميسوري انها تروح للوحوش اللي في الجهه البعيده عنهم، وانها واينز هيخلصوا على الوحوش اللي هنا. وميسوري بتقول انها تعتمد عليهم وبتروح تهاجم الوحوش البعيده. وبتقول فرايا لاينز انها تحمي ظهرها وبتبدا تهاجم الوحوش بحريه لان مفيش حد قدامها، واينز بتحميها من ظهرها. وكانتا بيقول انهم لقوا الحل لمشاكلهم، ولكن وقتها تظهر يوري والفريق بتاعها وبيكونوا منظمين اكتر من فريق كانتا، وبيبداوا في قتل الوحوش بسرعه كبيره جدا، وبيدمروا مجموعه كامله من الوحوش بسرعه كبيره جدا. ويوري بتكون فخوره بيهم جدا، وفريق بطلنا بيقولوا ازاي هنغلبهم دولت. فبطلنا
فبطلنا بيقول لهم انهم لازم يثقوا في انهم هيغلبوهم وانهم يثقوا في بعض. وفعلا فريق كانتا بيتحمس من تاني وبيقولوا انهم هيتدربوا بشكل اكبر. وفي اخر النهار بيكون بطلنا ماشي بس يوري بتكون مستنياه وبتقول انها عاوزه تكلمه في موضوع مهم. وبيكونوا البنات وقتها بيراقبوهم وبيروح كانتا مع يوري عشان يعرف هي عاوزه ايه. والبنات بيكونوا شغالين تحقيقات بقى وبيفترضوا انهم بيتواعدوا سوا. وميس يوري بتكون بتبكي في الزاويه لانها بتكون معجبه بكانتا. وكانتا بيقول ليوري ايه الموضوع المهم اللي انت عاوزاني فيه. فبتقول له يوري انها عاوزاه يسيب تدريب البنات الفاشلين دولت وانه عنده قوه كبيره جدا وبلاش يضيع وقته وطاقته في تدريب الفاشلات دولت وانهم ما يلقوش بالاكاديميه بتاعتهم. وميس يوري بتكون بتشت من كلامها فبيقول لها بطلنا على كده انا وكلوي فاشلين برضه وما ينفعش نكون في الاكاديميه. فبتستغرب يوري بس بطلنا بيقول لها ان في فتره من الفترات كانت كلوي مش قادره تطير حتى وان دوت كان فشل كبير وقتها بس هي دلوقتي تعتبر من افضل الساحرات وان البنات دولت برضه هيكونوا الافضل وانه يقدر يضمن كده لانه مدربهم. وكم انت عظيم يا بطلنا. فيوري بتتعصب وبتقول له براحتك وبتاخد الشيك عشان تدفع. فبطلنا بيقول لها ان هو اللي هيحاسب فبتقول له لا انا اللي هدفع. فبيقول لها تمام انا هدفع للترابيزه الثانيه وبيشاور على الترابيزه بتاعت البنات وبيقول ليوري انهم كانوا بيتبعوهم من زمن. وفرايا بتقول انه لاحظهم وان دوت المتوقع منه. وبعدها بنشوف لويد وكلوي وهم عند مديره الاكاديميه وبيعرفوها ان الشخص الغامض دوت بيهاجم بتسلسل معين وان الضحيه الاولى كانت من المستوى اي وانه كل مره بيعلى بالمستوى. وفي الوقت دوت بنشوف الشخص الغامض وهو بيقاتل واحد من المستوى بي وبيقدر انه يغلبه بسهوله. وبعدها بيكشف عن نفسه وبيطلع العالم المجنون وبيقول انه قريب هيبقى قوي جدا واقوى من كانتا كمان عشان يوري تحبه. والله يشفيك يا ابني والله. وبعدها بنشوف اينز وهي بتجري الصبح وبتقابل كانتا في طريقها وبيكملوا جري سوا لحد ما بيرتاحوا حبه. وبتقول اينز لكانتا انها مش عارفه تقاتل وهي في الخلف وده لان سلاحها مداه قريب وانها فاهمه انه بيغير تخطيط الفريق عشان كل واحد يحس بمكان التاني ويفهم تفكيره ولكنها مش هتعرف تقاتل خالص طول ما هي في الخلف. فبيقول لها كانتا انه فهم وانه عنده الحل وباللي اخد اينز ووداها نفس المحل وشغلها كنادله كمان مره بس المره ديت بيكون شغاله مع فريق المحل ودوت عشان تفهم تنظيم الفريق. وفعلا بتبدا اينز تشوف النادلات التانيين ازاي بياخدوا طلبات الزباين بنظام وترتيب وبيقدروا يغطوا طلبات الزباين كاملين. وبتكون اينز هتقع وهي بتودي طلب فالنادله التانيه بتلحقها وبتقول لها تركز على محيطها عشان ما تغلطش بعد كده. وبنشوف اينز اللي بتركز على محيطها وكل حاجه بتحصل فيه وبتكون سريعه جدا في اخذ الطلبات وبيقول بطلنا انها فهمت فعلا. وبعدها بنشوف فريق بطلنا وهما بيتدربوا وبتكون ميسوري وفرايا مش متفقين مع بعض وبيتخانقوا كالعاده واينز بتكون متوتره من مكانها الجديد لسه. فبطلنا بيجي لها وبيقول لها انها لازم تركز على محيطها وبس. وبتبدا اينز تشوف تحركات ميسوري وبتقول لها انها لازم تركز على صفوف العدو وان وظيفتها اختراق الصفوف ديت وانها لازم تحسن من تصويبها. وفعلا ميسوري بتعمل كده وبتقول اينز لفرايا انها تركز على الوحوش اللي قدامها وبس وانها تحمي ظهرها. فبتقول لها فرايا انها هتعتمد عليها وبيبداوا في قتل الوحوش بس في وحوش بيعدوا من ميسوري. فاينز بتتدخل بسرعه وبتفشخهم وبيقول لهم كانت كفايه كده عليكم النهارده. وبنشوف بطلنا بعدها واللي بيقابل كلوي وبتكون في تحت عينيها هالات من السهر وده لانها في دوريات حمايه عشان الهجمات اللي بتحصل على الطلاب. فبيقول لها كانت الله يعينك والله. ووقتها بتجيله ميسوري فبيقول لها بطلنا ان عنده مهمه جديده ليهم وبيقول لها تجيب باقي الفريق. ولما بيتجمعوا بيوديهم كانت الاوضه قديمه وبيقول لهم انهم هيعيشوا سوا في الاوضه ديت لحد البطوله ما تبدا. وبيقول لهم سلام عليكم وبيمشي وبيكونوا لازم ينظفوا الاوضه ولكن فرايا بتقول عليا الطلاق ما انا داخلاها انتوا عاوزين شكلي يبوظ ولا ايه. وبتيجي واخده بعضها وماشيه. وبنشوف بعدها كانتا واللي بيروح يقابل يوري وبيكون عاوز يسالها عن حاجه ووقتها بيكون لويد مع قائده الاكاديميه واللي بتقول له ان الضحيه الجايه للشخص الغامض هتكون من الرتبه اس وده معناه انها هتكون اما بطلنا او حد من فريقه السابق. وبطلنا وقتها بيسال يوري ليه رجعت تستخدم السيف بدل الرمح اللي نصحها باستخدامه. هو بيقول لها انه زمان قال لها تستخدم الرمح لانها كانت بعد ما بتصد ضربه الخصم بترجع لورا ودوت غلط كبير جدا لان الخصم هيقدر يسيبها وقتها. فبتقول له وانت ليه بتحاول تساعدني. ولكن وقتها هوا جامد بيضرب المكان وبيظهر الشخص الغامض واللي احنا عارفين انه العالم بس مش هنقول طبعا. وبيقول الشخص الغامض ليوري ان جه دورها اخيرا. فبتستدعي يوري سلاحها واللي هو السيف وبتقول انها تقوم بالواجب مع الشخص دوت وبتطلب من كانتا ما يتدخلش وبتهجم على الشخص دوت ولكنه بيكون سريع جدا وبيقدر يوصل ورا يوري بسهوله. فبترجع لورا بسرعه بس كانتا بيقول لها يخرب بيتك انت لسه فيك العاده ديت. والشخص دوت بيختفي تاني ويوري بتتوقع هيجي منين وبتقدر فعلا تحدد مكانه وبتطير سلاحه. فبيقول لها كويس وانها تجرب تصد الضربه ديت بقى وبيجي موجه ليها شفرات مكونه من الهواء وبتكون الشفرات الهوائيه ديت قويه جدا ومهاره محدش شافها قبل كده. وبتحاول يوري تصد الشفرات ديت ولكنها ما بتقدرش وبتتصاب جامد وفي كل حته وبتقع على الارض. وقبل ما الشخص ده يخلص عليها بيتدخل بطلنا وبيصد ضربته وبيتجنن الشخص ده لان بطلنا واقف قدامه مره تانية وبيبدا يهجم عليه بقوه بس بطلنا بيصد كل ضرباته ديت فبيحاول يهاجمه بالسيف وبيتحرك بسرعه حواليه ولكن بطلنا بيتوقع حركاته وبيقدر يصد ضربته وبيقول له انه سريع فعلا بس مش قوي زيهم. وبيقدر بطلنا يجرح ايد الشخص دوت وبيقرر الشخص ده انه يهرب من المكان ولكن يوري بتحاول تمنعه بس هو بيكون اسرع منها وبيقول لها انه يرجع عشانها تاني وبيضربه ببطنها وبعدين بيهرب من المكان. وبنشوفه بعدها وهو عند العينه اللي اخدها من الزعيم وبيقول ان كانتا دايما بيقف في وشه.
فبتقول له العينه انه يستخدم قوتها اكتر عشان يوصل ليوري. وبنشوف بعدها كانت اللي بيكون ودى يوري عند اوضه البنات، فالبنات بيسالوه اللي جابها هنا، فبيقول لهم اكيد مش هاخدها اوضتي يعني. ويوري وقتها بتصحى وبتلاقي انها صلبوطه خالص، فبتطلع مسدس وبتقول لكانت انها تقتله، فبيقول لها ان البنات هم اللي خلعوا هدومها عشان يداووا جروحها، وبيقدر ياخد منها المسدس وبيقول للبنات انه هيسيبها معاهم وهم يتعاملوا بقى، وبيخلع بسرعه من المكان. والبنات بيشكروا يوري على مساعدتها البطنه، وبنعرف ان كانت قال للبنات ان يوري انقذته من شخص غريب هاجمه ودوت عشان يفضل خافي قوته عنهم. واينز بتقول ليوري خدي شويه اللبس دولت واستوري نفسك، وبيبداوا البنات يتعرفوا على يوري اكتر، وبيعرفوا ان كانتا كان مدربها زمان ووقتها كانتا بيوصل، وبيقول لهم كويس اخدتم على بعض بسرعه. فميسوري بتقول انها مش مرتاحه له بالضحكه ديت، فبيضحك كانتا ووقتها بتفتكر يوري لما كان كانتا محبوب من الكل، وبتقول انها تمشي من المكان. وقبل ما تمشي بتشكرهم على مساعدتهم، ولكن بتقول انهم لو وصلوا للنهائي مش هتتهاون معاهم ابدا وهتنهي فريقهم دوت، وبعدها بتمشي. وبيكونوا الفريق قاعدين بيفكروا بعدها في ازاي هيفوزوا، ولكن فرايا بتقول انها جعانه، فبتتعصب ميسوري منها وبتقول لها انها تفكر في حاجه غير الاكل دلوقتي، وده لان الكافيتيريا قافله دلوقتي. فبتقول اينز انها بتعرف تطبخ، وفعلا بيبداوا يطبخوا سوا، بيخلصوا طبخ وبيقعدوا ياكلوا. بتقول ميسوري ان الاكل جامد، فبتشكرها اينز على كده. وبنشوفهم وهم بيتدربوا بجد وبيتعاونوا سوا، وبيكونوا بداوا يفهموا بعض من قعدتهم في بيت واحد لحد ما بيجي يوم البطوله. وبنعرف ان عشان الفريق يفوز لازم يغلبوا قائد الفريق التاني. وبتكون اول مباراه هتبدا، وبنعرف ان الفريق اللي هيلاعب فريق بطلنا كان فاز عليهم قبل كده. وبتبدا المباراه فعلا وبتنطلق ميسوري لوحدها، ولكن الفريق الخصم بيحطوا عليها وكانوا يغلبوها لولا تدخل فرايا واينز اللي بيقولوا لها انهم هيحموها وانها ترجع لورا. وفعلا بتنطلق اينز وبتكون قويه جدا ونازله طحن في العيال، وفرايا بتكون بتحمي ظهرها من بعيد. وميسوري وقتها بتقول ان ملهاش فايده وان فرايا واينز اقوى منها بكتير، بس ساعتها بتفتكر كلام بطلنا قبل المباراه واللي قال لها انها لازم تفهم تفكير فريقها وتدعمه لانها القائده. بطلنا وقتها بيقول ان كل التمرينات اللي عدوا بيها كانت عشان يفهموا بعض ويقووا من علاقتهم سوا. وبنشوف ميسوري اللي بتجمع كامل قوتها، وفريق الخصم بيشوف القوه ديت وبيكونوا عاوزين يهربوا من قدامها، بس اينز وفرايا بيمنعوهم. وبتقول فرايا ان ميسوري اخيرا فهمت الخطه، وبتكون ميسوري طورت الهجوم الناسف وبضربه واحده بس بتقدر تخلص على فريق الخصم كامل. وكانت بيقول ان هي ديت نتائج تدريبهم، وفريق الخصم بيكونوا فيصوا على الاخر، وفريق بطلنا بيكون فاز اخيرا بعد سلسله من الخسائر. وبيفرحوا بعدها، وبطلنا بيقول ليوري انها تتجهز هي وفريقها للخساره. وفي مكان تاني بنشوف العالم المجنون اللي بياخد نصل من الزعيم اللي غلبه كانتا وبيحقن نفسه بيه ودوت عشان يبقى اقوى، وبيكون حرفيا اتهبل بيوري. وبيستمر فريق بطلنا في الفوز بالمعارك معركه ورا الثانيه لحد ما بيقدروا يتاهلوا للنهائي فعلا. وبيفرح بطلنا بيهم جدا، وبتفتكر كل واحده فيهم ذكرياتها مع بطلنا وقد ايه هم عانوا عشان يوصلوا للي هم فيه دلوقتي، وانهم لازم ما يخذلوش مدربهم ويفوزوا بالبطوله ديت عشان ما يروحش كل تعبهم على الارض. وبيتجمعوا بالليل عشان يتدربوا سوا، وبطلنا بيكون معدي من جنب ساحه التدريب وبيفرح لما بيعرف انهم بيتدربوا مش قلقانين من المباراه زي ما هو تخيل، وبيقول انهم اتغيروا فعلا. وفي تاني يوم بتكون المباراه النهائيه هتبدا خلاص، وبيكون لويد وكلوي بيراقبوا المكان عشان لو ظهر الشخص الغامض مره تانيه. ووقتها بنشوف فريق بطلنا اللي بينصدموا من عدد الجماهير، فبيقول لهم بطلنا انهم ما يتوتروش. وساعتها بيوصل فريق يوري والكل بيهتف باسمهم ما عدا 3 بنات كده بيشجعوا فريق بطلنا، فبينبسطوا من تشجيعهم وبتبدا المباراه فعلا. وبيكون فريق يوري سريع جدا وبيبداوا في الهجوم، بس فريق بطلنا بيراوغوا هجماتهم وبيهجموا عليهم هم كمان، ولكن فريق يوري بيكون مسيطر على المباراه. وفريق بطلنا بيراوغهم وبس، وحتى لما بيحاولوا يهجموا على القائده بتكون عامله حسابها وبتغير نمط السلاح بتاعها وبتجرح ميسوري. ويوري بتقول لبطلنا ان فريقها هيخسر قريب، وبتقول لفريقها انهم يخلصوا عليهم، وبتقول لكانت انها فهمت كل خططه خلاص، فبيقول لها بجد، فبتقول له طبعا، وانها عارفه ان فريقه بيفضل يهرب لحد ما بيقرروا يهجموا هجوم واحد ويخلصوا بيه المباراه. وفعلا بتكون ميسوري عاوزه تخلص المباراه بالهجوم الناسف كالعاده، ولكن يوري بتقول ان قائده الفريق بتاعها هتقدر تتفادى الهجوم الناسف لانها سريعه جدا، فبيقول لها بطلنا خطه حلوه ولكنها فيها غلط كبير. وميسوري بتكون بتضحك، وده لان فريق الخصم كامل في خط الهجوم الناسف، وان حتى لو القائده بتاعتهم اتفادت الهجوم الاتنين التانيين هيتصابوا جامد. بس وقتها قائده فريق الخصم بتلاحظ دوت وبتحذرهم، بس بتنصدم ان ميسوري بتهاجمها بالسيف بدل الهجوم الناسف، فبتنصدم قائده فريق الخصم وبتتعصب لانها خدعتها، وبتنطلق ورا ميسوري اللي بتهرب منها وبتطلع لفوق تاني، وبتكون هتستخدم الهجوم الناسف لان فريق الخصم بقوا كلهم في خط الهجوم. بس قائده فريق الخصم بتقول ان ده خدعه اكيد وانها مش هتقع فيها مرتين، بس ميسوري بتصدمها وبتيجي مستخدمه الهجوم الناسف وبتخلص على فريق الخصم حرفيا. ويوري بتكون مصدومه من خساره فريقها، وفريق يوري بيكونوا مصدومين من قوه فريق بطلنا. بس وقتها بنلاقي انذار الطوارئ يشتغل ودوت لان في دخيل قدر يخترق غرفه الامن، وبتقول قائده الاكاديميه للطلاب انهم يخلوا المكان، وفعلا بيعملوا كده. ووقتها بيظهر العالم المجنون وبيكون راجع عشان يوري، وبيكون فريق بطلنا موجود لسه. وبتلاحظ ميسوري ان في قوه غريبه بتطلع من العالم دوت زي اللي كانت بتطلع من بطلنا. وقتها العالم بيقول ليوري انه بقى اقوى بكتير وانها دلوقتي هتوافق على حب، وبيجي جري عليها بس بطلنا بيوقفه وبيستقبله بدل يوري وبيديله رجل بيطيره، وبياخد يوري وبيحاول يهربها، ولكن المجنون دوت لسه وراهم، فبطلنا بيمسكه وبيهبده في الحيط
الحيطه وبيقول ليوري انها تهرب، وفعلا بتحاول يوري تهرب والمجنون دوت بيفوق من تاني وبيهجم على بطننا، وبطننا بيتفادى هجمته ولكنه بيتصاب في رجله وبيقدر يوصل العالم دوت عند يوري من تاني، ولكنها بتطلع سلاحها وبتهاجمه فبيمسك السيف بتاعه وبيجي مكسره، وبطننا بيكون مش قادر يساعدها بسبب اصابته، وبيكون العالم دوت هيهاجم يوري تاني، بس فريق بطننا بيدوله ضربه وبيبعدوه عنها وبيقولوا انهم مش هيخلوه يلمس يوري ابدا، وبطننا بيقول لهم يهربوا بس هم بيقولوا انهم مش هيسيبوه، فبيقول لهم ان الدعم هيوصل ليهم دلوقتي، وفعلا بنشوف كلو ولويد اللي بيهجموا على العالم وبيقدروا يسيبوه، بس وقتها بيقول لهم انه هيوريهم قوته الحقيقيه وبيجي متحول لهيئته النهائيه واللي بتكون اقرب للخنافس الشيطانيه، وبيقول انه المختار وبيجي عامل اعصار قوي جدا، ولويد وكلو مش بيقدروا يخترقوا الاعصار دوت، وبيقدر العالم انه يمسك يوري، وكانتا بيكون شايفه وبيحاول يهجم عليه بس جرحه لسه مأثر عليه، والبنات بيحاولوا يساعدوه بس العالم بيهجم عليهم وبيسيبهم، فبيتعصب كانتا وبيقول له ما تتغرش بنفسك، وبيجي مستخدم قوته الكامله وجرحه بيتعالج تلقائي، وبيقول للعالم اياك تقرب من تلاميذي مره تانية، وبيستدعي سلاحه وبيهجم على العالم بسرعه وبيقدر يسيبه في دراعه ووشه، بس العالم بيعالج دراعه تاني وبيقول له انه قوي بالنسبه للبشري، وبيهجموا على بعض تاني، ووقتها بيقول العالم انه فاهم قوه كانتا ديت، وبيقول ان الوحوش اختارته هو كمان وانه مختار من قبل الخنافس الشيطانيه، بس كانتا بيقول له يخرس وانه ما خلاش الوحوش تسيطر عليه، وبيهجموا على بعض تاني وبيحاول بطننا يسيبه بالخنجر اللي معاه، ولكن العالم بيطلع ايادي من جسمه وبيمسك بطننا وبيكون هيخلص عليه، فبطننا بيقول له انت نسيت تلاميذي ولا ايه، وبنلاقي اينز بتتدخل وبتقدر تحرر بطننا، وفرايا بتهجم على العالم وبتقدر تحرر يوري منه، وبطننا بيقول لها انها تهرب، ولكن العالم بيقول لها مش هتهربي مني، وبيحول ايده الرمح وبيهجم عليها، وقبل ما يسيبها بيكون بطننا اتدخل واتصاب مكانها وبيفقد قوته وبيقع على الارض، وبيكون لسه عايش، فالعالم بيقول انه هيخلص عليه، ولكن البنات بيضربوه مره تانية فبيقول انه هيبدا بيهم الاول، وبينطلق عليهم واينز بتهجم عليه الاول، وميسوري وفرايا بيحموها من الخلف، وبتقدر اينز انها تسيبه بسلاحها ومش بيقدر يتجدد وقتها، وبطننا بيقول انه مش مركز مع نقاط ضعفه وان ده في صالحهم، وبعدها بنلاقيه بيستخدم اجنحته وبيقول للبنات انه هيخلص عليهم بسرعه، ولكن وقتها بيلاحظ اختفاء يوري، والبنات بيقولوا لها ان جه دورها دلوقتي، وبنلاقي يوري بتستخدم رمحها القديم اللي كانت اداهولها وبتهجم على العالم، وبتقدر انها تصيبه بس هو بيقول انه هيتجدد مره تانية، فبتقول له يوري ان ده مش هيحصل، وده لان رمحها بيرسل ذبذبات قويه لتفكيك الخلايا، وفعلا ما بيقدرش يتجدد مره تانية، وبيقع بعدها ويوري بتقول له انه يستسلم، بس هو بيشوف بطننا وبيقول انه لسه ما خسرش، وبيجري على بطننا عشان يستحوذ على جسمه لانه مختار من الوحوش زيه، بس يوري بتيجي ضرباه بالرمح تاني وبتخلص عليه خالص، وبعدها بنشوف كانتا اللي بيشكر يوري على انقاذها للفريق والقضاء على الوحش، فبتقول له يوري انا ما عملتش حاجه، وبنشوف قائده الاكاديميه واللي بتكون عاوزه تعرف مين اللي قتل الوحش، فكانتا بيقول ان مهمتهم خلصت كده، وبيجري بسرعه هو وفريقه عشان ما حدش يعرف بقوته ولا اللي هم عملوه، ويوري بتقول انه ما اتغيرش خالص وانه بيحب يعمل كل حاجه وما بياخدش الفضل لنفسه وبينسبه للاخرين، ووقتها بنشوف فريقنا اللي بطلنا بيعرفوا ان الاسلحه اللي كانوا هيفوزوا بيها اتدمرت للاسف، ودوت بسبب قتال الوحش، فبيقولوا يا دي النيله يعني كل التعب دوت على الفاضي، فبيقول لهم ازاي بس، وبيطلع الكاس بتاع المسابقه وبيقول لهم انهم عملوا بجد وفازوا بالكاس دوت بجهدهم، وانهم كانوا جامدين جدا وقدروا يغلبوا كل الفرق، وانه بيحييهم بفوزهم كفريق، فبيفرحوا جدا بفوزهم دوت، وبيقول لهم بطلنا ان في مفاجاه كمان وان في عضوه جديده هتنضم ليهم، واللي بتطلع يوري، وبيقول بطلنا انها تنضم ليهم لانهم غلبوها هي وفريقها، وبيقول لها يلا يا مبتدئه عرفي بنفسك، ويوري طبعا بتعرف بنفسها وبتكون هتولع من بطلنا، بس ما بيكونش قدامها حل لانها خسرت التحدي، وبطلنا بيلاقي معاها صندوق فبيقول لها ده ايه دوت، فبتقول له كيكه يا اسطى، فبطلنا بيقول الله وبيجي واخدها منها، ويوري بتقول الله يخرب بيتك ما تفتحهاش هنا، فبيقول لها ليه يعني ما تخلينا نفرح سوا، ولما بيفتحوا الكيكه بتكون يوري في نص هدومها ودوت لانها بتكون اعتراف حب من يوري، ولكن بطلنا الغبي بيقول لها انت بتحبي واحده من البنات ولا ايه، فبتقول له يوري الله يخرب بيت غباك يا جدع، وبتمشي من المكان، وبنشوف ان العالم ابن الهبله ده اتعالج اخيرا، وابو ميسوري فتح محل جديد غير اللي اتدمر، وبتكون علاقته ببيته بقت افضل دلوقتي، واينز بتكون كملت في شغلها كنادله لانها حبته، وفرايا بتكون بتتسوق كالعاده، وبيكمل فريقنا تدريباتهم عشان يبقوا اقوى سحرة للدفاع عن امن المدينه، وبطلنا بيكون فخور جدا بيهم. وبس كده لحد هنا نكون خلصنا حكايه كانتا كامله، فاستنونا في حكايات تانية قادمه باذن الله، وبس كده لايك تفعل اشتراك، ويلا سلام.